السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة في الآونة الأخيرة ناس كتير جدا نصحتني إن أنا أكف عن مهاجمة اليهود أو عمل فيديوهات ضدهم أو اتهام الصهاينة بإن هم بيبيدوا الشعب الفلسطيني أو ما إلى ذلك. وجهة نظرهم إن الناس دي سرها باتع، وأي حد بيتكلم في حقهم أو بيهاجمهم أو بيعاديهم ما بيشوفش طيب أو ما بيعيش في حاله. أنا والله راجل مسالم وعلى قد حالي، بتمنى إن أنا أستسلم وأعيش اليومين اللي لسه في الدنيا ليا مستسلم وهادي كده ووديع وطيب وما أعملش لنفسي مشاكل ولا حاجة. لكن في إشكالية محدش قادر يفهمها وحبيت أوضحها مع الناس عشان تكون واضحة. أنا من مواليد 1974 في نهاية السنة، في شهر 12 1974. بداية حمل والدتي فيها كان في بداية عام 74، بعد حرب أكتوبر مباشرة، حتى والعمليات القتالية لسه موجودة. فقدري إن دماء المنتصرين بتجري في عروقي. ولدت في فترة انتصار الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي، فدماء المنتصرين بتجري في عروقي. الجينات بتاعت الانتصار موجودة في خلايا جسمي، فمش قادر استسلم. انا نفسي استسلم بس مش قادر. الدم اللي بيجري في عروقي والجينات اللي موجوده في الخلايا بتاعت ناس منتصرين. لو كنت مثلا اتولدت قبلها ب5-6 سنين في النكسة كانت ممكن الدنيا مشت معايا، او لو مثلا بعد 77 بعد وعد السلام مع اسرائيل جايز الدنيا كانت مشت معايا. ولكن يا اخوانا انا ولدت في فترة، وبعدين انا قعدت افكر في الموضوع بصراحة. ده تقريبا بينطبق على ولاد جيلي كلهم، جيل السبعينات، جيل 74 و75 و76 بعد حرب أكتوبر مباشرة. الجيل ده ما يقدرش يستسلم، يا إما يعيش منتصر أو يموت منتصر. ما يقدرش يا إخوانا، ما يقدرش. فأنا مش عدائي ولا أنا بحب العنف ولا حاجة، بس أنا ولدت واليهود أعدائي وهموت وهم أعدائي، ولدت بدم المنتصرين وهعيش واموت وانا برضو بيجري في عروقي دم المنتصرين. مش هقدر استسلم، انا اسف. مش هقدر اطبع، مش هقدر اتقبل اليهود اللي ما زالت ارض مصر، ارض سيناء، ارض الجولان، ارض جنوب لبنان، ارض اغوار الاردن، ارض الضفة الغربية، ارض فلسطين كلها بكل شبر فيها. مش غزة بس يا اخوانا، تختصروش الموضوع في غزة بس. كل الأراضي العربية مخضبة بدماء أريقت بيد اليهود. كل الأراضي العربية بكل شبر من الوطن العربي مخضب بدماء أراقتها اليهود. هؤلاء الناس لم يتركوا مجالا لأحد يحابيهم، لم يتركوا مجالا لأحد ليجد فيهم حسنة. أنا عايز بس حد يجيب لي في تاريخ اليهود لقطة واحدة بس كانوا فيها ناس مسالمين وناس جيران طيبين كده وجيران مسالمين. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد أحمس وتحتمس ونبوخذ نصر في كل التاريخ يا أخوانا الناس دي محدش قدر لهم الا فرعون بصراحة. محدش قدر على الناس دي الا فرعون. انما عشان تقول لي سلام وبطيخ ومش عارف ايه مع الصهاينة، الكلام ده انت بتضحك على نفسك. انت راجل عايز تعيش في عايز تحط دماغك في الرمل. السلام مع اليهود لا يعني الا الاستسلام. الناس دي ما تعرفش ايه سلام. وحد بس يقول لي امتى اتفق معهم على حاجة وسرقوا فيها. عايز حد يطلع يكذبني ويقول لي والله ده احنا اتفقنا الاتفاق الفلاني مع اليهود في الوقت الفلاني وسرقوا الناس وكانوا كويسين وحبابين وطيبين وسديد. معاهدة السلام مع مصر اخترقوها آلاف المرات. واللي ذاكرته بتخونه يفكر ويشوف اليهود اخترقوا معاهدة السلام ولا ما اخترقوهاش، ولهم تجاوزات فيها ولا ما لهمش. لا لهم. معاهداتهم، معاهدة أسلو، فين معاهدة أسلو؟ فين اتفاقية أسلو؟ فين اتفاق غزة وأريحة؟ وفين 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 وفين؟ اليهود لا يعرفوا إلا إنك تستسلم لهم، ترمي سلاحك، توطي رقبتك، يركبوا على ظهرك ويدوك على قفاك.
اكتر من كده والله ما ينفع معاهم حاجة خالص. قدامك حل من اتنين: يا تقاومهم وتموت منتصر وتعيش منتصر وبكرامتك، يا توطي بقى وتاكل على قفاك وخلاص بقى ويسويها معاك ربنا وتعيش نعجة بقى زي كل النعاج وخلاص. بس اللي عايز اقوله لك انك في الاول والاخر هتموت. لما كانوا التتار بيحاصروا مدينة، سلام ورحمة الله وبركاته،